العلامات في العالم في الجزائر، جميع العلامات اللي لابس فيكم شي حاجه في حوايجو ولا في رجليه غتكون الشركه المقر ديالها الام في الجزائر. نعاود نسمعوا البدايه التصريح، ولكن خصنا نسمعوا التصريح كامل، وهذه حاجه زوينه اخواني الكرام. تفضل سي امين. عاود. نكملوا ديال لا الوزير. لا، بدا من الاول الله يخليك. واخا. وهذه ما هي إلا بداية عمل كبير ينتظرنا. على الأقل سنقوم بتوطين كل العلامات العالمية في الجزائر. ولماذا؟ كما نجحنا في بعض العلامات إن شاء الله سننجح في علامات أخرى، أن تكون الجزائر هي منطلق التصدير نحو العالم. الآن عندما تشوف هذه العلامات الآن موجودة في الجزائر، هذه إجابة صريحة، إجابة بدون غموض على المكان اللي وصلت له الصناعة النسيجية في الجزائر، ومناخ الأعمال الجذاب والرائع اللي موجود الآن في الجزائر يخلي هذه العلامات العالمية من دول العالم تأتي إلى الجزائر وتقوم بعملية الاستوطان وتقوم بعملية الصناعة. يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عادي، لان الجزائر قوه ضاربه، فعادي ان تجي عندك العلامات كلها دير عندك الاستوطان عادي اولا الاستيطان، لان خصك تكون قوه وتعطي تحفيزات عادي. تفضل اخويا كمل يا حبيبي، خليه يكمل. تفضل. شوف انا ملي كتكون شي حاجه زوينه في الجزائر كنقولها. تفضل. عاود كمل، جر شويه اللور. غنجر غير واحد النغيزه. من دول العالم تأتي إلى الجزائر وتقوم بعملية الاستوطان وتقوم بعملية من دول العالم تأتي إلى الجزائر وتقوم بعملية الاستوطان وتقوم بعملية الصناعة، ثم في المرحلة الثانية راهي تقوم بعملية التصدير. هنيئا لنا، ونشكر هذه العلامات على الثقة اللي وضعتها في الاقتصاد الجزائري. إذا أنا بدوري درت هذا اللايف خصيصا باش نهنئ الدولة الجزائرية، أولا لأنها تمكنت من جلب جميع الشركات العالمية باش دير التوطين ديالها في الجزائر. يعني الجزائر اليوم كما سمعنا التصريح ديال الرئيس ديال الوزير الجزائري، ستكون منطلق جميع الشركات في العالم، جميع الشركات كل شيء. وهذه حاجة زوينة، هذه حاجة زوينة. الجزائر اليوم عملات بجد باش تولي هي منطلق الشركات في العالم. وبغيت نشكر ايضا الدولة الجزائرية لانها عملت في حقها، ماشي اللي عملت الشركات اللي جات دير الاستيطان، هي عملت على توفير المناخ او المناخ كي قال الاخ الوزير. ولكن كنشكر حتى الشركات العالميه لانها اليوم كلها غدير عمليه الاستيطان في الجزائر. تفضل السي امين، ونهنئوا خوتنا. غنوليو نلبسوا، ماشي غنلبسوا غير ميدين الجيريا. الشركه عرفتي شنو هو التوطين؟ التوطين هو المقر ديال الشركه، المقر غيكون في الجزائر. هذا هو التوطين. اذا هضر وزير اللي كيهضر، ياك هذا وزير يعني ما يمكنش الوزير يغلط. حنا ما كنهضروش وزير التجاره الخارجيه نعمات، وزير التجاره الخارجيه نعمات. ما كنهضروش على مواطن عادي، هذا وزير التجاره. ما كيهضرش هو على الصناعه نو او الخياطه، التوطين ديال الشركات، لا دوميسيلياسيون ديال الشركه. حاجه زوينه. تفضل اخويا امين، في نظرك كيفاش دارت؟ شوف اخويا رضوان، شوف الجزائر بلد العجائب ياك، والجزائر خاصها صراحه تكون من العجائب الدنيا السبع. واخا انا بصراحه كتجيني ثقيله نقول لهم هنيئا لكم، ولكن التزم اخويا بالخط ديال اللايف ياك، الخط التحريري ديال اللايف ديال السي رضوان. لا وهذه حاجه زوينه. شوف ملي كتكون شي حاجه خايبه كنوريوها، هذه حاجه زوينه. دائما ما الاخوان تيقولوا لي ورينا شي حاجه زوينه، انا وريتهم اليوم ان بلادهم غتولي مقر الشركات العالميه كلها بدون استثناء. صحيح ما اختلفناش السي رضوان، التزاما بالخط التحريري ديال اللايف ديال السي رضوان
وانضباطا ليه. هنيئا لهم بالاستيطان. لا ولكن عبر على رايك اخويا، انا ما نحجرلكش على رايك، قول داكشي اللي كتبان لك انت. ايوا دابا الا غادي تعطيني الحريه واخا. المهم على العموم هذه انا غادي نهنيهم بالاستيطان اولا اللي غادي يجيهم من الشركات العالميه، الشركات العابره للقارات، ولا الشركات المتعددات الجنسيات اللي غادي تجي عندهم دير الاستيطان. هنيئا لهم بالاستيطان، ونتمناو لهم استيطان اكثر من هذا، والمستقبل راه جايهم. داكشي اللي غادي يجي لهم كما كيقول السي رضوان هو باغي لكم على الخير. حتى انا ما نبغي لكم غير الخير، واوله الاستيطان ان شاء الله. ولو انني انا بصراحه انا كنقول لك ما غاديش نلبس لي مارك اللي جايين من عندهم. بصراحه انا غادي نلبس المنتوج الوطني، غادي نلبس المنتوج الوطني المغربي، ولا نلبس حتى الماركه جايه من اسرائيل ولا جايه من اسبانيا ولا كذا، لان باعتبارها دول صديقه. اما دويله لا غير باش نتفاهموا السي امين، لبس اللي بغيتي. شنو ولما كتقول لي غادي نلبس شركه اسبانيا، الشركه الاسبانيه مثلا اللي عندها المقر في اسبانيا غادا تهز المقر ديالها على حد قول الوزير، وغادا دير لا دوميسيلي او التوطين ديالو في الجزائر. يعني في نهايه المطاف غتولي انت كتلبس منتوج المقر ديال الشركه ديالو في الجزائر. انا عارف لان كتكون فيه ميد ان الجيريا، غادي تكون مكتوبه فيه. دابا حنا ما كنهضروش على الميد ان، كنهضروا على مقر الشركه. كاين فرق ما بين صنع في وتوطين الشركه. توطين الشركه كيكون الادريسه، العنوان، الادريسه ديال الشركه. اذا العناوين ديال هذه الشركات كلها غادي تبدل في العالم وتولي في الجزائر. ايوا هذا الشيء اللي قال من الاول، على ما كنت ما فهمتيش. إذا قضيه الاستيطان صبر رجع. اذا خصني نعاود اذا ما فهمتش انا ما قاريش. ما قاريش انا. خصك تفهم. دابا انت انا عرفتك امي ما قاريش بزاف، دونك قاريش بزاف. لا هو ما هضرش على الصناعه، هضر على توطين الشركات. راه فرق. هو هضر على الاستيطان. هذا ما نتمنى لهم انا الاستيطان ان شاء الله. انت تفضل، هو باش نتفاهموا، يمكن ما فهمتيش مزيان. انت تفضل. ما فهمتش، واخا نعاود. وهذه ما هي إلا بداية عمل كبير انتظرنا. على الأقل سنقوم بتوطين كل العلامات العالمية في الجزائر. ولماذا؟ صافي اعتذر انا غلط. توطين كل العلامات العالميه في الجزائر. توطين ماشي قال لك غنصنعوا، نو. سي رضوان انا اخويا انا اولا اعيد واكرر هنيئا لهم بالاستيطان، واتمنى لهم الاستيطان يكون اكثر من هكا واشد من هكا. اشد بؤسا وتنكيلا، اشد بأسا وتنكيلا عفوا، وحتى بؤسا. مساله اخرى هبط. اسمح لي السي امين. لا اش انا دابا انا قلنا لك طلع لي عير لي عباد الله، سب لي عباد الله. انا تنقول للناس بالعكس هنيئا لهم. صاحبي لا واش دير بحال هكا كاع ما بدينا صاحبي. نهنئوا الاخوان ديالنا لانه اليوم الناس خدمات بكل صراحه. نهنئوا الدوله الجزائريه اللي بغى كل يعطي رايه بالمناسبه في هذا القرار الجديد، في هذا التخطيط ماشي تخطيط، ما شي حاجه اللي في شكل اليوم وصلت لها الجزائر، واللي صعيب انه شي دوله في العالم توصل لها. يعني في نظركم شنو هي ابرز الشركات اللي ما تقدر ما نظنش، حيت كاينين شركات ديال التكستيل من جميع دول العالم. استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم رضوان، صباح. لاباس سيدي مرحبا. والتعازي ليكم ان شاء الله صفيره. باش اخويا هذاك اللي ماتوا في بشار ربي يرحمهم ان شاء الله. شكون مات؟ 3 مغاربه مهربين. ما خبرناش اخويا. كل التعازي ليكم. ما خبرنا. كل التعازي خويا رضوان، كل التعازي. الله يحفظك، ولكن ما خبرناش. خويا واش هاد الشيء غير اليوم مشى غا بوحدو؟ ما خباريش انا. والمغاربه شداو من بشار. سي رضوان المهم ما علينا، رجعوا اخوتي للموضوع. تعدى عليا واخا. السلام عليكم. نهنئوا. أنا رضوان. وعليكم السلام اختي، مرحبا بك. بارك الله عليك. الله يحفظك اختي، ما كنسمعكش مزيان.
راه كنطلع كنبقى نكبس، ولكن غير كطيح التراث صافي كنحيد صبعي. انا كنضامن مع التراث. مرحبا اختي، مرحبا بك. لاله مرحبا بك. آه، ايوا تهانينا لخوتنا الجزائريين. ايوا كنظن انهم غيهربوا علينا، غيهربوا علينا اكيد. بزاف. ودابا حنا دوك الماركات اللي دابا حنا الماركات غنبقاو نجيبو معاهم من الحدود، ما نبقاوش نستناو حنايا ندومونديو للامريكان ولا لاوروبا، ولا نبقاو نجيبو معاهم بقاو يلوحوهم لينا من فوق الحدود، من فوق الزرب. واه سي نورمال، لان غادي الناس خدمات. دابا انا عندي واحد السؤال، دابا هما منين غيوطنوهم تمايا؟ واش حنا منين غنبقاو نشريو؟ واش من عندهم ولا عندنا الحق زعما نشريو من بلاصه اخرى؟ الوغ دابا غيولي الشركه هي اللي كتحكم، لان الشركه الام غادا تكون في الجزائر، وهي اللي غتحكم المصنع ديالها فين غيتحل وفين لما تبيع لما ما تبيعش. ماشي بعيد لما تكون الشركه في الجزائر تقول لهم انا ما بغيتش نحل دوك الماركات لي فرانشيز ديالي في المغرب، ويسدوا لنا كاع لي فرانشيز. ممكن هذاك الشيء كيبان ليا. والمهم حنايا انا نرجعوا للصناعه المحليه، نبقاو نلبسوا حوايجنا، حوايج بلادنا بارك علينا. هادشي وهما اللي كنعاودوا نقول لهم تهانينا وانا قلت لك غيهربوا علينا، غيهربوا علينا. غنرجعوا دابا نلبسوا القفاطان ونشراو القندريسه ايوا لا اله الا الله. دابا حنا نرجعوا ل 1832، هما دابا غيمشيو للمستقبل، حنا نرجعوا للماضي. لا اله الا الله. تحياتي لك هذا هو اختي، شكرا هذا اللي بان جزيلا. ليا انا. الله يحفظك، شكرا بزاف، تبارك الله على اختي. خويا بارك تحياتي. الله عندك فيك. مشكل الريزو سمح، نزيدني عند نكبس. اختي مشكل الريزو. الله يحفظك. دونك نهنئوا الاخوان ديالنا في الجزائر. قلت عندنا اليوم الجزائر تعمل على توطين جميع الشركات العالميه عندها، وهذه حاجه وين. السلام عليكم. سلام. كنسمعك لا لا كيفاه؟ كنسمعكش اخويا، صداع، عندك صداع. ملي تبغيو الخوت تهضروا حاولوا تبعدوا شي بلاصه باش نسمعكم. استغفر الله. هنئوا خوتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مشى وسويفا. السلام عليكم. تغرب عن الأوطان، تغرب عن الأوطان في طلب العلا. السلام عليكم اختي. هلا لا سليم. سليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نعاودوا. إذا الله يرحمه مسكين ويوسع عليه، واحد الفنان مغربي توفى، الله يرحمه. قريت الخبر وما بغيتش نقول لك في اللايف. لا لا يا الله، الله يرحمه مسكين. الله يرحمه السيد. الله يرحمه. كانوا اصلا هزوه في الطياره من الداخله مؤخرا للرباط، ولكن إنا لله وإنا داو إليه. منها توفى الاجل. الله يرحمه مسكين. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو اللي كيسولوا عبد الهادي بالخياط، الله يرحمه. نادي بالخياط، الله يرحمه مسكين ويوسع عليه. الله يرحمنا جميعا بإذن الله، كنا غنشوفوا واحد النهار. دونك نرجعوا خوت الموضوع. قلت اليوم نعاود نسمعوا التصريح. سي امين، نسمعوا البدايه ديال التصريح.
لان هي تلخص كل شيء. ونعاود نعطيو الفرصه للاخوان ديالنا. قلت الخوت اللي عاد الناس اللي عاد جاو عندنا دابا، الجزائر اليوم عندهم واحد المعرض منظمين معرض ديال الخياطه. والوزير ديال التجاره ديالهم خرج وقال لنا اليوم بانه الجزائر غادا دير توطين جميع الشركات العالميه، الماركات العالميه، يعني جميع الشركات في العالم كلها غادا تحل المقر الرئيسي ديالها، لو سياج سوسيال غادي يكون في الجزائر. تفضل سي امين، نبداو. نوجد غير في الفيديو، راه عندي واحد العطاء تقني هنا. تتوجد عندك عطب تقني تتوجده، مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. ام المشاكل، مرحبا. ام المشاكل طلعت ديري المشاكل. ام المشاكل مشات. عندك داك الشيء عاود واجد اخويا اخضر؟ الفيديو ناضي. يلا تفضل. وهذه ما هي إلا بداية عمل كبير ينتظرنا. على الأقل سنقوم بتوطين كل العلامات العالمية في الجزائر. ولماذا؟ كما نجحنا في بعض العلامات إن شاء الله سننجح في علامات أخرى، أن تكون الجزائر هي منطلق التصدير نحو العالم. الآن عندما تشوفوا هذه العلامات، عاود من الاول السي، عاود من الاول. وهذه ما هي إلا بداية عمل كبير ينتظرنا. على الأقل سنقوم بتوطين كل العلامات العالمية في الجزائر. ولماذا؟ كما نجحنا في بعض العلامات إن شاء الله سننجح في علامات أخرى. هادو فلوس غير جبيلات. غير باش نشرح لكم الناس اللي كيقولوا الجزائر منين غتجيب هاد الفلوس هذه كامله، كيفاش الجزائر اليوم غادا، شنو الامتيازات اللي غادا تعطي للدول الاخرى، شنو الامتيازات اللي غتعطي للشركات العالميه، كيفاش الجزائر اليوم غادا تقدر تجيب ارميس وتجيب لوي فيتون وتجيب ديور وتجيب بولاند بير وتجيب ليا غوتشي وتجيب ليا اديداس، تجيب ليا بوما، تجيب ليا نايكي، تجيب ليا. كيفاش الجزائر غدير لهم؟ نجيب لهم بوع وياكلهم ان شاء الله. لا اخي امين، وين نزلها صاحبي؟ واش حنا كنتفلاو هنا صاحبي؟ قلت هنا اخوان، هذه الفلوس ديال غار جبيلات هي اللي غادا تقدر، كنظن هذا حسب اعتقادي انا، كنظن هي الفلوس اللي غيقدروا يغريو بها الشركات العالميه. وما نعرف، ممكن نغلط، كل شيء ممكن، ولكن اظن انها ان هذه يعني اولا حاجه زوينه. ما كاينش شي شركه في العالم ما غاديش يبقى عندها ما غيوليش عندها المركز ديالها الرئيسي، لو سياج سوسيال، في الجزائر. الله يعاونهم، يستاهلوا، خدموا عليها. السلام عليكم. فرد الغزال، مرحبا بك واحتراماتي. مرحبا بك. الله يحفظك. المهم الجزائر ان شاء الله راه غادي تجيب جميع الماركات العالميه ان شاء الله ديال الطرز الرباطي ان شاء الله تعالى، الطرز الفارسي. انا طلعت اخويا لنقطتين. اول وحده كاينه 1200 واحد الاخوان، الروينه والبلباله، الجمجمه والبارطاج الخوت. الله يرضي عليكم، اللايف ديال رضوان في الروحي كيتصنتوا لي جميع الشرائح اللي مزوج اللي بوليداتو، راهي لايف محترم. عاونونا بتكبيس البارطاج، هذاك الشيء ديال راك عارف لاغوفاز دي سانتوفير وداك الشيء. تعاونوا مع الاخ رضوان لانه مغربي ديالنا حبيبنا وكنحبوه. النقطه الثانيه قريبا ان شاء الله غادي ناكلوا الحوت السي رضوان، الله يرضي عليك وتحياتي، شكرا لك. كل حوت كل داكشي كيبقى ديالك، تاكل الحوت. واش انا عندي ريستو هنايا؟ كل حوت اخاي، كل بسطيله، كل داكشي كيبقى ديالك. الله يرضي على خويا، الله يرحم لكم الوالدين صافي. اللي تشهى شي حاجه يطلع عندي انا هنايا. واش السلام عليكم. السلام عليكم. واش كتجمجم ولا باغي تطيح اللايف؟ حسنيه خدامه صاحبي تتجمجم مساكن. الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم الاخوان ويسهل عليكم. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا.
نعاود السي امين نسمعوا داك التصريح الله يرضي عليك. با عرفتك نديرو هكا نبداو من الزيرو. ها راه شوف طحنا سيدي. الاخوان اللي كيقول لك غرقنا امالكنا، لا خويا ما غرقناش، خرجنا 20,000 واحد، داكشي اللي ما تقدرش ديرو الجزائر في 9 والله سنين. العظيم خرجناهم في اقل من 24 ساعه، 20,000 شخص. وتحسبا لاي حاجه دوك الغواصين ديال الدرك الملكي والقوات المسلحه مجندون تما وباخر التجهيزات العالميه نعماس برك لعبونا حنا. الجزائر هادو علاش؟ باش نشرح لكم الخوت الامر كيفاش في الجزائر. انا عارفكم ما فاهمينش، الفهم الكيو عندكم هابط. عندنا القصر الكبير جات لتحت هنايا هكا، جات هبطه، وعندنا السد. دابا السد عندنا عمر والوديان عمرو الحمد لله، ربي عطانا الشتاء. دونك غير تحسبا خرجنا 20,000 واحد، خرجناها في دقه واحده. ما تقدش تخرجها من الجزائر، خرجناها بالزوارق، جيت سكيات، الخيام. تخيل الجزائر اليوم ها هو ضرب عندكم الريح، سكنتوا عباد الله. حنا درنا 20,000 غادا تسكن في دقه واحده. تقدرش ديرها في الجزائر، هادي صعيب تخيلها. واخا غتوقف فرصه السردوان، فرصه باش نقولوا الله يرحم الحسن الثاني، اخر ما دار مسكين من اخر الانجازات اللي دار في اخر حياته، وداك السد الوحده اضخم سد في المغرب كيخلع. ولو كان ماشي داك السد دابا راه كارثه وقعت تما، راه الناس مشاو شو تلعبوا نتوما معنا حنا. هادشي ما يفهموش الجزائر، راه ماشي البنيه التحتيه، ما عندها حتى علاقه بالبنيه التحتيه. سد عمر بلان اكبر واحد في المغرب، عمر الحمد لله. الشتا والوديان عمرو، والارض عمرت، الارض عمرات ما ولات هي كتخرج الماء من التحت. فسي نورمال. حفاظا على سلامه المواطنين اخي الجزائري، السلطات المغربيه كلها دارت اللي عليها باش تخرج 20,000 مواطن مغربي في اقل من 24 ساعه. فهمتي يا خويا؟ دابا نوض على سلامتك. رجعوا للتوطين اخويا، رجعوا للتوطين. هادشي ما تفهموش انت جزائري، خصك تكون مغربي باش تفهم هادشي. رجعوا للتوطين اخويا. معك اخويا انا موجود، اخويا انا موجود. لا عبد اخي مرحبا على بركتي. هذا من برد يفهم. وهذه ما هي إلا بداية عمل كبير انتظرنا. على الأقل سنقوم بتوطين كل العلامات العالمية في الجزائر. ولماذا؟ كما نجحنا في بعض العلامات إن شاء الله سننجح في علامات أخرى، أن تكون الجزائر هي منطلق التصدير نحو العالم. الآن عندما تشوفوا هذه العلامات، هذه حاجه زوينه. دونك نرجعوا عند الاخوان ديالنا. الوغ توطين الشركات، لا دوميسيلياسيون دي سوسيتي د العالم، لي سياج سوسيو كاملين، لي سياج سوسيو ديال الشركات كاملين، يعني المقرات الرئيسيه الام ديال الشركه كلهم ديال. عطوني شي شركه مثلا، عطوني شي شركه ديال عندكم الوغ ديال الحوايج وديال الاحذيه. شنو الماركات اللي كتلبسوا؟ كتبوا لي مارك اللي لابسين مثلا دابا، شي ماركه لابسينها دابا ولا كتلبسوها مثلا. عطوني شي ماركه. لا ماشي تسلا الطوموبيلات، لا باش نتفاهموا. زارا مثلا، اخوان اللي تيكتبوا زارا المقر ديالها الرئيسي كاين في اسبانيا، ماشي فين كيتصنع، فين كتخيط، نو كتخيط عندنا. كنهضروا على زارا المقر ديالها، الشركه الام كاين التوطين ديالها في اسبانيا، غيتحيد من اسبانيا غيمشي للجزائر. زيد عطيني شركه اخرى. بوما كنظن في المانيا حتى هي، الا ما خفتش نكذب. بوما غيتحيد المقر ديالها من المانيا وغادي يتحل فين؟ المقر لو سياج سوسيال الشركه، في كاين المدير ونائب المدير ودوك. التوطين هذا هو التوطين، غيتحل في الجزائر. زيد عطوني شي شركه اخرى. لاكوست المقر ديالها لو سياج سوسيال في فرنسا. ما كنهضرش على فين كيتخيطوا، نو كيتخيطوا عندنا، ولكن المقر فين كيتخيطوا حنا ودول اخرى. المقر فين غادي يكونوا المدير ودوك الناس اللي كيسميتو، التوطين ديالهم غادي يكون في الجزائر العاصمه. زيد ما شاء الله. تبارك الله. ايوا زعما اللي كيكتبوا زعما دوك الكراغيله اللي جالسين كيكتبوا رونو، كيكتبوا المازيراتي، زعما حنا مكلخين. لا
حنا كنهضروا على ديال الالبسه والاحذيه، ما كنهضروش على اين ستصنع هاد ستحاكوا ياك، لا ماشي تحاكوا، هذيك ايوا. ما كنهضروش على اين ستحاكوا، نو. الخياطه شكل، هذا مقر الشركه. الله يعاونهم، يستاهلوا ما شاء الله، يستاهلوا. الجزائري براسو ما في خباروش هذا الشيء، دابا هو الغريب. الجزائري براسو ما على بالوش. السلام عليكم. السلام عليكم تحياتي اخويا. اخوان. مرحبا واش بك. عليك؟ الله شي يبارك. مزيان راك درويش خويا اليوم مع التراث، واخا كيدير لي بيتيز كتعاود ترجعو ماشي مشكل. ماشي مشكل يعني. اخي هذه خطه ديال الجزائر، هما عندهم مع التخطيط، هما اللي دايرين ديك الخطوطه ديال اديداس، هما راه مع التخطيط عندهم خطير. هما دابا كيحبسوا علينا الغاز في الاول، دابا الخطه الثانيه ديالهم يحبسوا علينا اللبس. دابا نعيشوا في البرد، دابا حنا غنوليو عايشين في البرد دابا، غيجيبوا لنا مع البرد الجاي ما يبقى عندنا لا غاز لا حوايج. راه مشكل هاد القضيه اللي دايرين، الله يحفظو صافي. راه هما اللي سمعت انا دابا، هما راه قال لك غيجيبوا كاع الماركات العالميه، كاع العلامات العالميه، وكيخططوا يزيدوا شي حاجه اخرى. ما عرفتش واش غيفوتوا العالم، غيمشيو ديك الساعه الكونيه ولا شي حاجه، لا غيساليو من الحوايج من الصبابط، ويدوزوا لحوايج اخرى. الماكله. الا مشاو للماكله كارثه. هما راه مخلطين الحوايج مع سميتو سكران طيح في الدروج وداك الشيء، هما مخلطين الحوايج مع ما بالكش الماكله. بانه بصراحه اليوم الجزائر ما عرفوا بصراحه واش خدموا ولا ما خدموش. لا خدموا مزيان، لا دابا خادمين، ما خصهم يخطاو عليهم. المغرب راه يمشيو بعيد، شي الجزائر كون خطاو عليهم المغرب والله الا يمشيو بعيد. هما دابا ما مساكن عزكاره فينا وصافي. دابا حنا غيحبسوا علينا هما الماركات، ما يبقاوش يجيو يصنعوا عندنا، ما يبقاوش يجيو يحلوا عندنا البوتيكات. غنوليو دابا حنا مشكله، خسرتها لاسبانيا تشري، لا بقاو يصيفطوا لاسبانيا. فوالا تماما. لا بقاو يصيفطوا لاسبانيا. اما دابا راه تولي خصك تمشي تسنى في وجده وتشوف، تطلع عليهم وتشوف الا بقات شي حاجه دايزه من تما تلقى لا عليها لا وتشوف. لا يمكن يقدروا يديروا معنا واحد البليزير، واحد الحاجه زوينه، هو انه واخا الشركه واخا تكون المقر ديالها في الجزائر، ولكن المعمل ديال الخياطه يكون عندنا حنا. ممكن الا قبلوا الا بغاو. هذيك غيبدا يخدم لك الناس، هو ما يبغيش يخدم لك الناس، هو محال. واقيلا حنا خصنا نمشيو نبداو نقلبوا على شي حاجه اخرى، نرجعوا لداك الشيء ديال البلاغي ونرجعوا لداك الشيء ديالنا القفاطان والتكاشات، الا خلاوهم لينا حتى هما. الا مشاو حتى هما دابا هادشي اللي ولا دابا راه قضيه صعيبه. والله يصوب اخويا الا عندك شي سراول قندريسه وجدهم. اندري اس ار حتى هي تسدات، ما بقاتش فينا اندري اس ار دابا، ما بقى والو دابا، راه ولا قال لي ولا الله واط خلاك ولا لا لابس شي سبرديله في جيبك في رجليك غتلبس حلومه، كلشي غيولي لابس حلومه، فهمتي. وحلومه وصانعه الاجيال، اش غنديروا؟ ما عندنا ما نديروا. ما نديروا اخي. حلومه تحياتي. تهلا لنا في راسك وتهلا لنا في سي امين. الله يحفظك. السلام عليكم. تحياتي. اذا الله يعاونهم، يستاهلوا. وحنا كنقولها في طبق هزلي، ولكن هذا هو الواقع، ما عندنا ما نديروا، لان الجزائر عرفوا كيفاش يخدموا. يمكن الفلوس، انا كنظن الفلوس، لان عندهم الفلوس الخوت. راه ماشي من السهل اليوم باش تجيب عندك جميع الشركات العالميه يحلوا المقر ديالها، ماشي سهل. يخدموا الناس، عرفوا كيفاش والسلام عليكم رضوان. وعليكم السلام اسيدي، مرحبا بك. كي داير اخويا؟ كلشي بخير، الصحه لاباس؟ كتسمعني مزيان اخويا رضوان؟ كنسمعك خويا. مزيان اسيدي. نسقسيك اخويا، معنا كناكل في ماكدونالد بزاف ياك؟ كناكل في ماكدونالد ياك؟ لا ماشي وقال لي لا ما كنهضرش على لا الحوايج والسبرديلات. لا، ولكن راه كاينه واحد الاتفاقيه سريه واقي، راه المطاعم ديال ماكدونالد ديال العالم كلشي كيخدموا بالبطاطا الجزائريه. واش كاينه هذه القضيه ولا لا؟ الله يخليك. لا الله اعلم، هذه ما عنديش فكره. انا كنهضر على الحوايج. والخضروات مازال ما بديتي في هذا الشيء ديال الخضره؟ لا مازال الاخ رضوان. لا الخضره بطاطا ما نكذبش عليك، ما بطاطا وقرعه واللفت والفول والعدس، هذاك الشيء ما كاين اللي مكلف بهم. ياك السي رضوان؟ واخا السي رضوان، هذه نعم سيدي، نعم السي رضوان. انا غير الحوايج واللباس والرجلين وكذا صافي. حقاش انا لا، انا عندي اخبار مصادر موثوقه بانهم هما اللي شادين دايرين الكونترا مع جميع المطاعم ديال ماكدونالدز في العالم كلشي. البطاطا الجزائريه هي اللي كتقلى الفريت. دابا الا كتاكل الفريت بانك عارف راه كتاكل البطاطا الجزائريه. ما تبقى من البطاطا الجزائريه، لان البطاطا الجزائريه اصلا هما كيشريو بها الكابوس. هذا
كاين واحد التصريح السي امين الا جبدتيها لنا الله يحفظك الا قدرتي تجبد لنا التصريح ديالاش ديال البطاطا في الجزائر كيشريو بها الكابوس فرادة. اييه يعني غير ما تبقى، كنظن وقيلا انت كتهضر على ما تبقى من بطاطا. قال لهم نشري السلاح من الروس بالبطاطا ديال الواد. هي بالبطاطا د الواد كاينه. صافي مزيان. هذا الشيء اللي باش نسقسي، حقاش انا كناكل داك الشيء مع وليت معكس بحالهم، ديما كنقول ما كاينش منها. قال له ودي راه كتاكل، يعني كتناول شي حاجه من الجزائر. حبس عليك الفريد، حبس الفريد. سير سيدي الله يسخر. شكرا الله يرحم لك الوالدين. شكرا لك اخي، تبارك الله على خويا. هادشي الخوت في اخباركم الجزائريين ما في اخبارهمش. هادشي هذا هو الغريب اصاحبي. كاين دابا الجزائري كيسيني انا نعطي اخبار بلادو، ولكن نتوما حيت خوتي علاش اصاحبي ما كتفقهوش؟ علاش ما كتقلبوش على الاخبار؟ علاش اليوم الجزائر غتولي عالميا؟ برضو واش شدتني الضحكه، بغيت غير ندعي معاك، عرفتي الضحكه اليوم بغاتش تخرج. هي قلتي لي هذا الفيديو وانا نتفكرو كنضحك بوحدي بحال الحمق. تنسمعوا شريت السلاح من البطاطا ديال الواد. اي نشوفوا. والله مازال ما سمعت الفيديو شدتني الضحكه. انا على الله وعليك يا كذاب، نشري سلاح من البطاطا ديال الواد. انا نوكل العالم كامل ياكل من الجزائر، وانا هذا شيء تاني ديفي. هاني كي قلت لهم تاكلوا اون 90 قلت لهم تعيوا تاكلوا الدلاع في مارس افريل، ضحكوا عليا. هاكم كديتوا الدلاع في مارس افريل. قلت لهم الواد وحده بالبطاطا تاع الواد نشري السلاح تاع تونس تاع الروس بكل، ونرجع اكبر دوله مسلحه في افريقيا هي الجزائر. بالبطاطا نشريو سلاح. ايه باسكو تونس، باسكو الروس فيه الثلج وعنده اكثر من 200 مليون نسمه، ما تردش البطاطا عنده. مزيان، هذه حاجه واعره. الروس فيه الثلج، دابا روسيا ما عندهاش البطاطا. واش عباد الله ندب هكا ولا انت عمرك شي بطاطا كتنبت في الثلج؟ عمرك شي انت بطاطا كتنبت في الثلج؟ شوف راه غادي تبلونطا لي دماغي، ما تقوليش روسيا ان عرفتي. وانا اليوم غيتبلونطا واش روسيا واقيلا دوك اللي حطوا لنا المقررات ديال الجغرافيا في المغرب ديك الوقيته فاش كنقراو الانتاج الفلاحي، هي ملي كنت كنقرا في الثانوي خاصهم يمشيو للحبس. انا كنعرف الثلج كيذوب، ملي كيذوب كيولي ما، ملي كيكون ما كنشربوه. سالينا عمري ما شفت الثلج داب وعطى بطاطا. باش شدتني الضحكه لان قال لك روسيا ما عندهمش بطاطا، عندهم غير الثلج، والثلج كيولي ما. صافي سالينا وسويفون. نرجعوا الخوت للتوطين ديال الشركات، وملي كيوقع التبخر داك الماء اللي الفوق كيعطي شويه ديال الغاز لتحت. باش نشرح لكم دابا مع الحراره، درجه الحراره، داك الثلج اللي كاين في قطع الميكرو اصاحبي، تقطع الميكرو، ديك درجه الحراره اللي كاينه الفوق، ملي كاين الثلج تبخر، واش تعرفوا كاين الشمس، فملي كتبخر داك الشيء مع داك الغازات كيهبط داك الغاز مع، فهمتي، مع كيهبط. وهذا الشيء علاش روسيا عندها الغاز طبيعي بهاد عامل مبخره. هادشي ما تفهموش نتوما. شوف ملي بغى يطلع شي واحد فيكم يكون قاري شويه د العلم، الله يرحم الوالدين، انا ما عنديش مع المكلخين، ما عنديش مع الكليخ، طلع قاري ولا ما تطلعش. روسيا باش معروفه بجوج حوايج، الماء والغاز. وديك البطاطا اللي كيشريو منها، باش نزيد نشرح لكم، البطاطا اللي كتبيع الجزائر لروسيا باش كتشري الكابوس، هي البطاطا اللي كتشد روسيا وكتمعسها وكتخرج منها الفودكا. هادي ما على بالكمش، انا ندير لكم في البال. حيت داك المشروب اللي كيتشرب هذاك كيجي من بطاطا، والله العظيم. راه هذه بصح، هذه بصح، يا ربي استغفر الله كنحرفوا ولا شي حاجه ما خصناش نحلفوا عليها. هذيك دابا بحال كنعرفوا دابا مثلا حرام، هادشي حرام وما كنشجعش عليه. الروج منين كيجي؟ من العنب، متفقين. وفودكا كتجي من بطاطا.
هذه باش تكون في بالكم زعما ماشي هادشي راه ما مزيانش وما كنشجعوش عليه وحرام وكل شيء. الروج كيجي من العنب، فودكا كتجي من بطاطا سهله. وهذيك هي البطاطا اللي كتبيع الجزائر في الاصل لروسيا باش يشريو الكابوس. تكون في بالكم. ارجعوا للموضوع. الدول المنتجه، الدول المنتجه للبطاطس في العالم. هذا يهبطني يا لا ما نخبطكش اخويا، خليك ارجع غير للموضوع، ارجع غير للموضوع. رجع للموضوع، تفضل خويا. شحال وصلتوا نعطيك اخويا التصريح، راه ناقص اخويا تكباس 260,000. شحال الساعه؟ بغيتو يا بالله يبان الخوت، راه 11:33 دقيقه ورحنا 260,000 تكبيسه. شحال هما من واحد كيتفرج؟ 1.1. اذا غادي نعطيكم اخواني الكرام، غادي نعطيكم شويه د الوقت، عيني ميزاني. تفضل خويا وريني التصريح. هي الاولى نمشيو سيدي للتصريح. كتجبد المشاكل رضوانه صاحبي، ما فهمتش شدانا حنا السلاح والواد. وهذه ما هي إلا بداية عمل كبير ينتظرنا. على الأقل سنقوم بتوطين كل العلامات العالمية في الجزائر، ولماذا كما نجحنا في بعض العلامات إن شاء الله سننجح في علامات أخرى، أن تكون الجزائر هي منطلق التصدير نحو العالم. الحمد لله، وهذا هو اللي زوين. هنيئا للجزائر، مبروك عليكم، تستاهلوا تستاهلوا اخواني الكرام. شوف خليوني المشاكل اليوم انجاز نهنئوا الاخوان ديالنا. السلام عليكم. السلام عليكم سي رضوان، السلام عليكم تو الموند. المهم انا بغيت نبارك الاشقاء ديالنا والاخوان ديالنا والجيران ديالنا، نتمنوا لهم الخير. ايوا كما كنتمناو الخير لنفوسنا نتمناو الاخوان ديالنا المسلمين الاخرين حتى حنا. الصراحه انا ما جانيش غريب هذا الشيء اللي قلت لي. يمكن غادي نمشي نخرج شويه على الخط ونعاود نرجع. الا كانوا هما كان في الاستطاعه ديالهم جابوا الكعبه الجزائر، علاش ما يمكنش يديروا لو تكستيل عندهم، العاصمه ديال لو تكستيل علي لا كابيتال مونديال دو تكستيل اون الجيري، بوركوا با. تو طافي. ايوا وهادشي اللي بغيت نقول. المهم تبارك الله عليهم، زعما راه خدامين، ما عندي ما نقول. وكيف كيقولوا عندنا عاند وما تحسدش، تماما. عاند وما تحسدش. تبارك الله عليهم، جزائريين خوتنا وحبابنا ونبغيو لهم غير الخير، ونتمناو تكون شي علاقه زوينه بيننا وبينهم منين هما يديروا التكستيل. قال لك كل وكل، فهمت؟ دابا اللي زوين هو انه دابا اعطيني شي حاجه من اللباس اللي كتشري، شي ماركه مثلا شاريها لابسها مثلا لاكوست باغ اكزومبل غتلقى لاكوست دوميسيليي ا الجي. Mais oui, d'accord. Mais j'ai une petite question en fait. بما أنهم هم ضد التطبيع، كيقولوا بأنهم ضد التطبيع، mais ça sera un peu difficile de rassembler toutes les marques mondiales en Algérie على أساس أن كاين بعض شركات اللي هما ديال التكستيل اللي هما فينانسي باغ لا التجاره. شوف تسمح لي، ملي كتولي التجاره ما كيبقى لا تطبيع لا والو. ها هما انت شفتي كاع فرنسا جلست عندهم 132 عام وقتلات 8 المليون ديال جدودنا وعندهم العلاقات معهم عاديه. تجاره، هذه تجاره. اذا حتى حنا، لان سمعت الاخ قال لك ما غادي يبغوش يخدمونا حيت غادي يزيدوا في الاقتصاد ديالنا، دونك هي كي التجاره يعني حتى حنا كل وكل. هادشي اللي كنت كنقول، فهمت؟ لا ما نقدرش. وما تعرف شنو نحلوا الحدود، نكونوا نديروا كونتروباندو حتى حنا. دابا واش انت مسطي باغيهم يحلوا الحدود؟ دابا هما السياج سوسيال ديال الشركه غيكون تما ويحل لك الحدود باش تمشي انت ديروا الفلوس اللي كاينين تما. ما علينا ما نديروا غير نعاودوا نحلوا شي انفاق من تحت الحدود ونعاودوا نديروا كونتروباندو، بوركوا با. اللي عليك هو لا عندك شي سروال قندريسه غتلبسو مخيط في المغرب، عندك شي قندوره غتلبسها، داكشي اللي تبارك الله. عندي الحوايج، عندي الجلالب، عندي سروال قندريسي، عندي البلغه، عندي كل شيء. وشوف يشرفني انني نلبس الحوايج ديال من 1900 ولا 1800
وتلبسهم بالعز وبالفخامه وبالراس مرفوع، وفين ما مشيتي يعني واخا تجيب اون اوروب تكون لابس هذوك الحوايج كومون دي سا كتخرج بواحد الاناقه، كلشي كيولي يشوف فيك كيقول لك تبارك اونيك الله عليك، نعم سيدي. اونيك. فهمتني؟ اه لانك كتكون، شوف حنا كنقولوا تربيه الملوك ولباس الملوك كذلك، فهمت؟ تبارك الله عليك. هذا شبل من ذاك الاسد وبالعز. شوف المشكله أن ماشي مشكله، هذا الفخر، فخر كبير انك تكون. شوف عندي انا كاين دابا في بروكسل، كنشوف النساء في العراسات ديالنا وكلشي كيلبسوا التقاشط، كيكونوا غاديين يعني بعض الخطرات كيكونوا واقفين خرجوا من الطوموبيلات غاديين هكا ولا قدام الباب فرحانين، وهذا راه تو الموند كيبقى النساء ورجال لي زوروبيان كيشوفوا وكيديروا التصاور وكلشي باغ ils sont éblouis par اللباس ديالنا. دونك ماشي ديالكم، ماشي ديالكم اسيدي. اسمح لي ديالهم، اسمح لي حنا غير كنقلوا صافي، ولكن المهم هما الاصل ونحن كومون دي سا تقليد. وحنا التقليد، هادشي اللي كاين. ما معليش كيف ما كان الحال، راه ما ننساوش راه بيناتنا شويه ديال الدم كيف ما كان الحال، راه غير جات فرنسا ودارت الحدود نورمالمون، راه حنا بيناتنا جات فرنسا بزاف ديال الدم. اكثر من بزاف، راه تشاركنا يعني ما يمكنش تقول لي زعما ما كاينش كاع والو. هاي الخير موجود، الخير موجوده. واحد 2000 ما بين 75 و 91، 2000 واحد الله يرحمه، 2000 جندي مغربي، بزاف ديال الدم بيناتنا بزاف. ايوا الله يرحم الشهداء ديالنا والله يرحم الشهداء ديالهم. امين. هذا ما كان، ونتمنوا لهم غير الخير. هذا ما كان. والسي رضوان حبيبي وعزيز عليا وكنتبعك، وفين ما كاين شي حاجه اللي خرجت من عندك باسكو جي دي سينيال كوم كوا فين ما خرجت شي حاجه ديالك كنتفرج فيها، لان عزيز عليا بزاف. والكلام ديالك ولي بروبو ديالك، سكو جيم سي كو جو سي با كومون لو دير، كيف كيقولوا دقتم، قال خلاها المغني ديالنا دقتم عجيب. فوالا هذا ما كان. والله ينصرك على من عاداك، والله ينصرنا كاملين على من عادانا، وشوف الله يخلينا ديما الفوق. امين اخي، الله يحفظك. دائما تحت رايه وحده، الله الوطن الملك. هادشي اللي بغيت نقول. اخي تحياتي، شكرا بزاف، تبارك الله عليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. ميرسي بوكو اخويا، الله يحفظك. ميرسي اخويا. تحياتي. اذا اخواني الكرام، قلت نهنئوا الاخوان ديالنا في الجزائر. اليوم وزير التجاره ديالهم قال بانه الشركات العالميه غدير التوطين ديالها كلها في الجزائر. ما شاء الله. السلام عليكم. رضوان السلام عليكم. سي تراث السلام عليكم. اخوان السلام عليكم. خويا رضوان الله يرحم عبد الهادي بالخياط، الله يرحمه ويوسع عليه. خويا رضوان دابا انا قريت واحد الموضوع ديالك، والله الا موضوع مهم. انت خويا رضوان لك ممكن تكبرني بيان سور. واحد الثانيه. دخلت لواحد السيت اخويا رضوان ولقيت فيه الاخوان الجزائريين دايرين اون ليست دي برودوي اسرائيليين ابويكوتي، وبقيت نشوف. المهم حنا ما نهضروش على هادشي راه عند الاخوان ديالنا في الجزائر اللي هي كوكاكولا، تروبيكال، فانتا، سبرايت، هادشي كله ماشي دانون معاهم، ما كيعجبهم دانون، نيستال. المهم هادشي كله حنا نيسكافي، فيتال، هادشي عادي. غنمشيو للحوايج غادي نشوفوا. انا كنظن مع الاخوان الجزائريين كنقال لهم عمي تبون بانهم هما كيعجبهم يلبسوا لي مارك. عقلتي على هادي فاش كنقال عمي تبون؟ لقيت اخويا رضوان كاين مثلا تومي هاي الفكره، ها هي كالفين كلاين. انا مشيت غير للحاجات اللي معروفين، الرالف لورين، ايغو بوس، سوليو. انت غير لي مارك تامبرلاند. والاخوان الجزائريين، وخصك تعرف اخويا رضوان بان الجنود الجزائريين كيلبسوا لا مارك تامبرلاند بيان سور، وكيلبس تامبرلاند في صباطو. دابا انا السؤال المطروح هو كيفاش، بما ان وبالنسبه للاخوان، ها انت شوف اخويا رضوان كذلك كاين واحد القضيه. ها انت راه كاينه حتى مجموعه الفنادق. هذه شنو هي اخويا رضوان؟ لا انا ما عنديش مع الفنادق خويا، انا ما كان ما موضوعي ماشي هو الفنادق، خليني في التمبرلان. لا ولكن حتى هي سي اون مارك. لا دابا حنا كنروح على الحوايج والسبرديلات والصباط. اذا المهم معليش،
اذا دابا بالنسبه لهاد لي مارك هادو كيفاش غادي يديروا فيهم الاخوان ديالنا في الجزائر؟ غير المقر دابا هما غير المقر ما غيبقاش في تل ابيب، غادي يجيبوه ما غيبقاش في ميريكان، غيجيبوه للجزائر، حيت هو قال لك توطين الشركات، ما قالش لك اذا المصنع. دابا اذا دابا ما بقى دابا تل ابيب غادي تولي سميتها الجي ولا شنو؟ ودابا نسمعوا التصريح اش قال هو، قال لك الماركه جميع الماركات العالميه، ما قالش الماركات. نسمعوا السي امين. السي امين هكا السي رضوان. نسمعوا التصريح ياك ما قال جميع الماركات ولا بعض الماركات. نشوفوا اش قال. ها هو نعاود من البدايه. وهذه ما هي إلا بداية عمل كبير ينتظرنا. على الأقل سنقوم بتوطين كل العلامات العالمية في الجزائر. كل ماشي شتي الكل اخويا الجميع. خويا رضوان الا كان ممكن زعما الا كان من هذا الميني بار ديالك انني ندير واحد الاشهار الاخوان ديالنا الجزائريين الا كان ممكن. شكرا اخويا رضوان انت كبرني. تفضل سي. الاخوان الجزائريين بالنسبه للاخوان الجزائريين راه هانتوما متحف باريس يفتح ابوابه للجزائريين مجانا، رحله الى جذور الاجداد. حيد عليا واش انا داير هنايا خرجه ثقافيه صاحبي. صاحبي علاش؟ واش دابا انا داير خرجه، انا داير المتحف، واش انا عندي مدرسه هنا؟ نو صاحبي. انا واش وزير الثقافه صاحبي؟ فمشى بنادم طاح يقول لي رحله وانا مالي. واش انا سميتها وزيره الثقافه ديالهم ديك المغربيه ديالنا؟ ماشي بالقاسم داتي. واش انا سميتي رشيده داتي غتطلع دير لي انا رحله بحال هكا؟ صاحبي بغا يبراك، بغا يدير لك رحله صاحبي وانت خدام دابا كدير هاد وانا مالي، انا خليني في التقاشر بغا يسافر بك عبر الزمن مالك. خويا الله يرحم باك داكشي دايره فرنسا، فرنسا اللي دايره بيناتهم شغلهم هذاك. انا ماليش دخلني في هادشي يا صاحبي. عمري ما شفتي متحف كي داير كاع اصلا، انا كنسمع به. استغفر الله العظيم. نرجعوا للموضوع ديالنا. قلت نهنئوا الاخوان ديالنا، نبقاو في الموضوع الخوت ديال التوطين ديال الشركات. الله يرضي عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. رضوان على سلامتك خويا. الله يسلمك سيدي. لاباس راك مليح؟ الله يحفظك سيدي. مبروك عليكم. لا مبروك علينا. قبل ما تبون تاعك تفرح لنا، انا نشوفك راك مركز بزاف على الجزائر يا اخو. صح عندي سؤال. انا ثاني نعزيكم خويا، واش صرا لكم في راكو ضربه مور ضربه. الله يسترنا المغرب. يا راه دوكا خطره داو لكم لاكوب بعد العقوبات، وبعد دوك صارت لك عندكم الفيضانات. شو صار عندكم يا لا ما احنا ما مات حد في الفيضانات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نسأل الله أن يرفع عنكم البلاء. هذا من قلبي. ماشي كيما نتوما سفيتوا في غليزان. خويا الله يرحم باك، غليزان ما مات فيها حتى شي واحد. الحمد لله الحمد لله. ما واش صرا عندكم؟ شو واش صرا عندكم صرا عندنا. لا ماشي بحال نتوما جا عندكم العجاجه الريح. لا الريح جاكم نتوما ثاني جاز عليكم. لا نتوما جا عندكم 120 كيلومتر، حنا ماشي الريح، حنا البارات. لا ما قاستش انا في عاصم والله ما قاست 120. اباك احنا الشعب الجزائري، اباك رضوان احنا الشعب تاعنا مبقبق كاع. نقولها لك يدير لك واحد الامور حتى لو يقول هذا شعب ولا اباك يفرحوا بالهم بلي الريح وجا 120 يستناو فيها في يستناو فيها في البالكونات. ما يخافوش، حنا الشعب ما يخافش. احنا اللي ظلوم حنايا. ولكن بيني وبينك اخويا، بيني وبينك صعيب انك تبقاو تسينوا الريح في البالكون، راك غيطير اصاحبي. شو ما حبينك تعرف، واحد واش الباسبور واحد واش. انتم بصح راك مركز بزاف على الجزائر. واش كاين واش بيك معاهم؟ وبيني وبينك لما غادي نشوف انا اليوم الجزائر غادي كاع الماركات العالميه غيمشيو ليها. واش ما يعجبنيش انا؟ يعجبني كاش سي نورمال. هذه مليحه للجزائر. علاه
ماذا بينا نقوي الانتاجيه وتولي يد لا ماشي، العامله. لا غير بلاتي، لا ماشي، انا ما كنهضروش على الانتاج، نعم. مقر الشركه، مقر الشركات. دابا عطيني مثلا شي حاجه، عطيني مثلا شي حاجه لابسها مثلا انت في ماركه لا كما انا اخينا نلبس الاقمصه انا مثلا قميص لابس قميص تاع الاخوه تاع كتاب التزمين. الماركات اللي كنا نلبسوهم بكري، كنت نلبس بكري اربيبن، نايك اربيبن، كنا نشروها بمليون ونص في 90 اسنا تشوف في 97 كان ار جوردن كانوا 97 ار جوردن اربيبن هذوما. جوردن 94 95 96. والله صح، كانت دايره حاله ماركه. دوكا الجزائر راهي تحوس من شركه تدخل تعاقد معها، قال لك خير ما يجيبوا المستورد للجزائر. لا ما بلاتي، غير ملهاش. باش نتفاهموا انا وياك، دابا راه ما كنهضر انا على الجزائر، ماشي غادا تنتج، نو، غتجيب غير المقر. بحال دابا نايك دابا المقر ديالها في ميريكان، المقر غادي تجيبوا الجزائر، غيحل في الجزائر. حاجه مليحه رضوان. بيان سور. شوف رضوان لاشين كيفاش بدات الاقتصاد تاعها، ولا جابت شركات امريكان ولا تخدم هي تما، ولا في اندونيسيا، اليابان. لا فهمني، الماركات ولا تخدم تما عندهم ماركات. دابا حنا ما كنهضروش على الخدمه، الشركات غيخدموا على برا، ولكن مقر الشركه، المدير نائب المدير ودوك الناس اللي خدامين الشركه غدير التوطين ديالها، لا دوميسيلياسيون في الجزائر. الله اعلم، والله ما شوف. قالها وزير، ماشي انا اللي قلتها، قالها الوزير. تما تتبع الاخبار تاع الجزائر، انت عندك كلش ولا ما عنديش. راني نسكن في العاصمه، كلفتها لي على بالك رضوان، تاع حاجه كبيره. وشنو حبيت نصح لك واحد المعلومه البارح درتها، ولا البارح واحد الفيديو تكلمت عليه، ومعليش يا اخي ندخل معك في كلام. لما تكلمت انت قلت على هذيك تاع الجمعيات جات الجزائر وقالت باللي نديروا مع رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون وفقه الله لكل خير، ما باش نقاش بيناتهم. وقلت هدايا كيفاش انتم ماتوا جدودنا وكذا. شوف خويا العزيز، شوف خويا رضوان، انايا بالنسبه لي اني، وانت بالك تعرف دينك مليح، النبي صلى الله عليه وسلم مات عمه مات، قتلته قريش، وزيد مات ابن عمه جعفر وكثير من الصحابة هكذاك. ولما جاء صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم تنازل على أمور بزافة باش يدخل في مصلحة مع قريش. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هو من قريش. نعم هو من قريش. نعم ومن قريش. انت فرنساوي، انت ماشي من فرنسا. معليش، كان عدو، قريش كانت عدو لله ورسوله. ولكن راه قبيلته هذيك، قابلته، لكن كان عدو المشركين، عدوا لله ورسوله. متفقين، هذيك القبيله ديالو. انت فرنسا ماشي القبيله ديالك. معليش صح، النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهود كان عنده كان يدير مع، يريد التحالف معهم اليهود، صح ولا ماشي صح؟ تحالف مع اليهود، تحالف مع القبائل، حتى ان في غزو الحديبيه، دخل معهم الخزاعه كانت كافره وماشي من بلاده، خزاعه بعيده عليه، طيب تدخلوا. يعني في امور هذه كي تكون امر مصلحه بينك وبينها عدو تاعك، مصلحه، النبي الله عز وجل قالوا فان جنحوا للسلم فاجنح لها، ان تجنح للسلم اجنح السلاحه، اذا كانت مصلحه خير الخير. شوف المصلحه، انا باش نقول لك بلخص لك، هذيك السيده اللي هي رئيسه الجمعيه، هذا هو اللي زوين، انه الرئيس الجزائري يعني بحال بغيت تقول يعني استجاب لمطلبها. هذيك السيده جات طلبات الرئيس الجزائري على كريستوف غليز اللي هو واحد الصحفي مشدود، وقالت له الا جات على خاطرك عفو عليه، وان شاء الله غيعفو عليه، ما في سبيل الله، انسان كيدير الخير. علاش حبيت نقول لك باللي كي تكون امر مصلحه خويا رضوان، نعم يكون امر مصلحه للشعب، والمصلحه وما تدخلش فيه حرب وكذا، الانسان يجي كما نقولوا يدخل في هذا الامر، وهذا جائز في الاسلام شرعا. زيد نقول لك حاجه رضوان، هذا الامر حنا نقولوا اللهم اصلح بيننا، وهذا ما كان، هذا واش نقول، اللهم اصلح بيننا، باش الانسان يستشفى ولا يدير امور يكون في قلبه زيغ
هذيك اللي ما نحبوهاش، لازم تكون معنا فهمت خويا رضوان. انا انا معاك. ماذا بيا تقلل، انا بيا انا نصيحه لك، ماذا بيا تقلل احتقارك للجزائريين، هذا واش نقول لك. لا ما كنحتقركم. لا لا ماذا بيا ما لا تدخلش لا في لا لا, صراعات. لا شوف، لا هيدا بالعكس. اخويا رضوان. واش انا قللت منك احتقرتك؟ لا الحمد لله ما قلت لك والو، انا طلعت لك لا بالعكس. كلمنا بالتي هي احسن، وترى احنا رانا كلنا اخوه مسلمين، لا انا كلنا كنكبر اخوه. بكم. شوف انا كنكبر بكم بالله باش نعطيك بانه كنكبر بكم. دابا كتظن انا الوقت مسالي ما عندي ما يدار، غنضيع وقت الاسره ديالي باش نجي نكبر بالدوله الجزائريه. هادي واش نقول لك. المهم اللهم ارفع عنكم البلاء كما رفع عنا البلاء، وهذه المؤمن مبتلى، المؤمن مبتلى ان شاء الله. نسال الله يرفع عنكم البلاء، وان شاء الله الحمد لله كما صراش عندكم الموت، الحمد لله. هذا واش الانسان يتمنى. الله يحفظك. نسال الله ان يحفظ البلدين الجزائر والمغرب وبلاد المسلمين، ربي يوفق. السلام عليكم. حبيبي تحياتي، انسان محترم. اذا كما سمعتوا اكثر من 500 جمجمه راها موجوده، انا ما قدرناش نرجعوها، رجعنا 24 فقط. هبط اخويا، هبط اصاحبي. حشومه السيد غير ياثر فيك غير شويه يا صاحبي. من الصباح والسيد اصاحبي حتى قلبك ما تيحنش. استغفر الله العظيم اصاحبي. غنعطيك عقوبه امين، اخر مره غتطلع عندي يا صاحبي، وخير غنعطيك عقوبه يا صاحبي. حن صاحبي، حن اصاحبي. من الصباح حنا كنهضروا عادي كدا، والسيد هضر معنا باحترام وقال لك كدا وصافي، قلنا راه غنحنوا القلوب. ويا خويا انت يا باص صاحبي. رجعوا خوتي للموضوع الله يرضي عليكم. استغفر الله العظيم. الله يكون مع الاخوان ديالنا. دونك ولكن مبروك عليهم في نهايه المطاف. والله الا صدقوا واعرين الجزائريين. الدوله الجزائريه صدقات خطيره. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. رجعوا للتصريح اخواني الكرام، نعاود نسمعوا للتصريح. الله يرضي عليكم. شوفوا تصريح السي رضوان ديال الوزير. مرحبا. تفضل. بسم الله. وهذه ما هي إلا بداية عمل كبير ينتظرنا. على الأقل سنقوم بتوطين كل العلامات العالمية في الجزائر، ولماذا كما نجحنا في بعض العلامات إن شاء الله سننجح في علامات أخرى، أن تكون الجزائر هي منطلق التصدير نحو العالم. ممتاز. دونك ستقوم بمنطلق التصدير، ماشي بالمعطى ديال الانتاج، نو، بالمعطى ديال التوطين. السي امين، لان باقي الناس باقي وقيلا كنظن باقي بزاف ما فاهمش التوطين. قلب لي على توطين شركه. مرحبا. توطين باش نشرحها لكم ببساطه، ولكن مزيان نقلبوا لا دوميسيلياسيون. شنو هي؟ عندك شركه داير العنوان ديالها، نهار قيدتيها في الريجستر، قيدتيها في المحكمه، في داك الريجستر دو كوميرس كيكون مقيد عندك العنوان ياك، في داك ستاتيو كيكون عندك العنوان. مثلا كما قلنا ناخذ شانيل مثلا، غتلقى العنوان ديال شانيل. شانيل من شركه شانيل ال ام في اش، كنظن ال ام في اش. شانيل كنظن ال ام في اش. لوي فيتون، ديور، شانيل، كنظن ال ام في اش. قلب لي على الشركات شانيل عافاك. واخا انا بلاتي نشوف لك بعدا ديك القضيه هي ديال التوطين فرنساويه، ولا جاوب. السيو السوسيال ديالها في فرنسا. قلب لي. كنظن شانيل. انا نقراو بعدا هذا التوطين بعدا شكون هو، ونرجعوا لشانيل نشوف. قال لك توطين الشركات دوميسيلياسيون كما قلت هو اجراء قانوني تعاقدي يقوم بموجبه شخص او شركه الموطن لديه بوضع مقره الاجتماعي، يعني هو سيج سوسيال، او مقر مقاولته رهن اشاره شخص اخر، يعني الموطن، لاستخدامه كعنوان رسمي واداري للشركه دون الحاجه لاستئجار مكتب خاص بشكل مستقل. يعني كيتحول السيج سوسيال كامل. تماما. يعني اليوم المقر ديال الشركات العالميه، وهذا هو اللي زوين، كل الشركات كي قالنا الوزير ديال التجاره غيكون العنوان عندهم الجزائر. جميع الشركات ديال العالم اللي كدير التكستيل، كدير الحوايج، وكدير الصبابط والسبرديلات، كدير لي بونطوفل، كدير كل شيء، كاع اي حاجه عندها فيها الخيط والبرا غيكون في العنوان ديالها
الجزائر. وهذه حاجه زوينه، هذه حتى شي دوله في العالم ما قدات ديرها، باش تجمع دير منصه بحال قلتوا غتكون هذه السيليكون فالي، الله يحفظكم، السيليكون فالي ديال الحوايج، ديال الخيط والبرا. هذه هي السيليكون فالي ديال ما عرفتش فين غيديروا المقر ديال هاد الشركات، واش يقدروا، شوف حيت الجزائر الاراضي كبيره، ممكن كاينه اليوم 69 ولايه، ما عرفناش اش من ولايه، يقدروا يتفرقوا على جميع الولايات، يقدروا ممكن يكونوا مثلا الشركات ديال اللوكس يكونوا مثلا في العاصمه وفي وهران وفي تلمسا، بلوتو العاصمه ووهران وقسنطينه، ممكن مثلا الشركات المتوسطه تمشي لبرج بوعريريج، ميرلفت، ماشي ميرلفت، فيلاج لافت، دا العباد، ما عرفتش، انا ما عرفتش، حنا غير كنهضروا دابا في الخيال، ولكن كيفاش غيكون هذا الشيء في المستقبل ما نعرف. ارجعوا للموضوع. هذا العنوان ديال شانيل. ها العنوان غيكون في فرنسا ديال شانيل. ها هو. لا الشركه واش ال ام في اش حتى هي اش من شركه؟ لا شانيل اس اي اس هي اللي دايرين هنايا. لا مناش من جروب تابعه، اش من جروب؟ اش من جروب؟ لا ما كاتبينش هنايا، ما عرفتش، كنظن بوحدها ممكن في فرنسا. لا عرفت كنظن غتكون كنظن وقيلا شانيل واش ال ام في. افينيو شارل دو غول 92200. ما غتبقاش افينيو شارل دو غول ياك؟ لا اش في افينيو غادي يديروا؟ وما عرفتش، هما اللي غيختاروا في الجزائر، انا ما عرفتش الولايه فين غيخدموا. الشاهد علي الشريع، الشاهد علي لابوينت مال. الله اعلم، ما عرفتش، ولكن هذا فخر لنا انه يكونوا عندنا جيراننا يعني بهذا المستوى لك ليهم انت لباسهم شغل كذاك. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. شي واحد صيفط له انفيتاسيون بالغلط، بغيت ندير اكسبتي، صيفط انفيتي، جو ميكسكوز. السلام عليكم. وعليكم السلام اسيدي، مرحبا بك. دايرين الخوت بخيرين هانيين؟ الله يحفظك خويا، الله يبارك فيك، مرحبا بك. الله يحفظك خويا رضوان، اخ التراث. مرحبا اخويا، مرحبا. هو كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ هذا السيد سبق طلع معنا، طلع عندنا هنايا، الله يحفظك، تحياتي لك خويا. الله يبارك فيك، الله يحفظك خويا. اخويا موضوع شيق اخويا رضوان، انا كيبان لي تبارك الله غادي نمشيو بعيد في هذا الدومين هذا ديال الصناعه. لا ما غيصنعوش باش نتفاهموا، ماشي الصناعه. الاكسبور راه معاك دابا 3 في الكيس، رد البال. الاكسبور لا ماشي الاكسبور، غير السياسه السوسيال، غير ما قرش. ياك ما غيديروه في خنشله واقيلا. ما عرفتش، ولكن كي جاتك الفكره؟ فكره شابه. الله يحفظك. ولكن اللي كيبان لي، اسمع لي اخويا رضوان، بالنسبه لهذا الدومين هذا اللي قالوا، انا كتبان لي اشاعات. علاش؟ لحد الان ما كاين والو لحد الان. لا هما في المستقبل ماشي دابا. ايوا تقريبا شحال، 10 سنين مثلا ولا 15. ça prendra le temps qu'il faut. المهم غيديروها. ودابا هذا الشيء هذا زعما غادي غيدار في اسرع وقت، ولا القضيه باقا الوقت لا يعلمه الا الله. يمكن دار في العهده ديال عبد المجيد تبون، ممكن. هي دابا انا كنبيعهم مشري مثلا في الدوليجين في قريعه، بغيت داكشي ديال لي ماركس نولي نجيبو من عندهم. الوغ يقدروا داكشي يبقى عندك تما، ولكن في العنوان غتلقى دائما في الفاكتوره، لا كنتي كتشري بالفاكتوره غتلقى الجزائر. فهمتك خويا رضوان. وبالنسبه للسلعه غدوز هي من تونس، غتجيب الدوره. السلعه العلموني لا اخي، الدوميتور. المهم العنوان غيكون عندك الجزائر، ديما انت غتتعامل في الفاكتوره غتلقى الجزائر. نفكرك في واحد البارتي يا خويا رضوان، وانت راك عارفها تبارك الله،
تونيات ديال البارسا مكتوبه فيهم ماد ان موروكو. دابا راه هذا هما هو باش اللي يعرفوها. فهم. دابا التوني د البارسا ما عندوش البارسا، عنده نايك هنايا، عنده لا نايك نايك، صح عنده صح نايك جوردان. دابا راه ما كنهضروش على فين غيتخيط. دابا المقر ديال نايك هو اللي غيولي في الجزائر، اما الخياطه نقدروا حنا نبقاو نخيطوا الا بغاو يتعاملوا معنا. انا نقول ليه دابا تما فين بحال قلتي غاديين يذبحوا غاديين يسلخوا ويغيزوا تما لي سوسيتي تما الاداره، تما كاين المدير ونائب المدير، ولكن اليد العامله غتكون عندنا حنا الا بغاو حنا غنخدموا هما غيسيروا. فهمتك خويا رضوان. دابا انا في الاول فهمتها بطريقه اخرى عاوتاني، لا، دابا لا. زدتي وضحتي ليا. لا هما غيسيروا، حنا اللي غنخدموا، حنا اللي غيكون عندنا الوزينات اذا قبلوا الا ما جاو سدوهم لينا. لا فهمتك خويا. انا وبالنسبه قلتي فين زعما غتكون الحطه ديالهم ديال لي سوسيتي اللي غيحطوا. باقي ما تفهموش. انا يكون بالي واقيلا في الحراش جيت زيكوات. الله اعلم اخي، الله اعلم اخي. المهم من هنا لتما ربي تما. تحياتي لك خويا، تحياتي. الله يحفظك خويا رضوان وساعه مباركه خويا. الله يحفظك. الله يحفظك. معاكم تراب الله معاكم خويا. وعليكم السلام خويا، مرحبا بك خويا رضوان صافا. حطي شي واحد اخر في الاخوان، راه معنا خير الدين مازال. مرحبا بك خويا. لا جالس خير الدين يا در. بلا هو الاول اللي جات على خاطر خويا، الله يحفظك. معليش خير الدين هو اللي كان معنا دابا. خويا هو اللي كتب معاك انا رضوان، هو اللي كتب معاك. حتى اخر اخي ولا سمعني كيفاش قلت لك هبطتي شي واحد اخر. انا ننزل سمح لنا خويا، سمح لنا اللي ما عرفتش شكون اللي كان طالع. يا ربي سمح لنا مسكين المشكل. رضوان واش حوالك؟ الله يحفظك اسيدي، الله يبارك فيك، الله يحفظك خويا. لاباس خويا؟ الله يحفظك اسيدي، مرحبا بك خويا. الحمد لله. تفضل خويا. والله مالغري كتضل تريتي كيفينا بصح والله ما عندي حتى حقد من جهتك. شوف كنكريتيكم كريكيتي فيكم باش توصلوا. ها انتم دابا وصلتوا. لا شوف والله عندنا نفس المستوى تاع المعيشه. هذيك تاع الواد فاض وما على باليش انا، هذيك امور تاع ربي سبحانه. عادي داكشي عادي. عادي هذيك شغل جات واحد الفتنه هكا بيناتنا، حنا نتمناو ترجع نورمال الامور. امين اخويا امين. وسيدي ولكن هذا الشيء ما يهمش. نهنيوكم، بون هذه الحاجه ديال الله، ولكن هذا الشيء الاخر ماشي ديال الله، نتوما خدمتوا عليه. نعم نتوما رضوان واش بيك. حنا ما عندناش شي شيء. المقر عندنا رونو، المقر ديال رونو، السياسه السوسيال ديال رونو عندنا حنا، كاين في فرنسا. نعم حنا عندنا في وهران. لا اش عندكم نتوما في وهران؟ ميزون رونو. اييه متفق معك، كاين عندك الحق. عندنا في وهران، ولكن الحوايج غيوليو عندكم الشركات تما. نورمال. شوف نقول لك حاجه، حنا المهم يوفروا لنا، فهمتني؟ ما يهمناش تخدم عندنا ولا في المغرب ولا في تونس، ما يهمناش، المهم تكون الوفرات الحاجه اللي نسحقوها، هذا ما كان. وراه هادشي ما كيعنيش انها غتكون موفره، ماشي حيت غادا تحل عندك الشركه البيرو الرئيسي، ولكن الا ما حلوش عندك نتايا المعمل الخياطه، انا ما بحال ما درتي والو، حليتي الشركه المقر ديال الشركه ولكن معمل الخياطه ما عندكش. واش فهمتيني؟ ما عرفتش فهمتيني ولا لا؟ يعني فاهمك يليق تنتج انت، يعني فاهم. لا دابا انا وياك متفقين، انا وياك متفقين. نعم ما عرفت عليها، ربي يجيب الخير وصاي. امين اخويا. اش من شركه كتلبس انت مثلا شي حاجه، شي نهار لبستي شي والله ما عندي حتى مارك نلبسها، اللي لقى نلبس. مثلا فيتو، غوتشي، اللي تلقى اديداس، نايك، ها انت سيرجيو طاكيني. مثلا سيرجيو طاكيني غيهزوه من الطاليان للمقر غيحطوه عندكم. عندنا سيرجيو بزاف في الجزائر يمشي. داكور. ولوي فيتون كتلبسوها بزاف في الجزائر؟ كاين لاكوست، غوتشي، نايك شويه، نايك واديداس شويه، ماشي بزاف.
لا انتم في الجزائر غوتشي. كيبان لي عزيز عليكم بزاف برادا غوتشي. ايوا نعم ما شاء الله. خويا لويس فيتون. هو هذاك شكون هو؟ الفي لويس فيتون. ايوه حتى هو كتلبسوه بزاف في الجزائر. حتى هو نعم. ايوا خويا تستاهلوا ما شاء الله. يا رضوان راك اسمع راك واعر خويا. انت اللي قلبك شي يديروك رايس. لا راجل سياسي. على بالك دي فوا تهضر دي فوا اخبار نسمعهم، اخبار تاع الجزائر نسمعهم من عندك، نكون ما على باليش راك متبع اخويا. خوكم اخي خوكم انا كنبغيكم والله ربي الله ان يحفظك. شاء الله ربي تنحى الفتنه هذه برك. امين يا حبيبي الله يخلي لك الوليدات. تحياتي الله يعينك يا حبيبي. الله شكرا يعينك خويا. تحياتي الله عاد يخليك. صباح شكرا حبيبي تمحنا بزاف تبارك الله على خويا. ليله سعيده والله يخلي لك دوك الوليدات اخي الله يحفظهم لك ويخلي لك العائله الكريمه والاسره الكريمه. اذا رجعوا خوتي للموضوع نهنئوا مره اخرى. ارجع لي سيدي التصريح الا جاز على خاطرك. مرحبا. التصريح وهذه ما هي إلا بداية عمل كبير ينتظرنا. على الأقل سنقوم بتوطين كل العلامات العالمية في الجزائر. ولماذا؟ كما نجحنا في بعض العلامات إن شاء الله سننجح في علامات أخرى أن تكون الجزائر هي منطلق التصدير نحو العالم. الآن عندما تشوفوا هذه العلامات الآن موجودة في الجزائر هذه إجابة صريحة، إجابة بدون غموض على المكانة اللي وصلت لها الصناعة النسيجية في الجزائر ومناخ الأعمال الجذاب والرائع اللي موجود الآن في الجزائر. يخلي هذه العلامات العالمية من دول العالم تأتي إلى الجزائر وتقوم بعملية الاستوطان وتقوم بعملية الصناعة، ثم في المرحلة الثانية تقوم بعملية التصدير. هنيئا لنا ونشكر هذه العلامات على الثقة اللي وضعتها في الاقتصاد الجزائري واشكرها على الثقة اللي وضعتها في السوق الجزائرية. اذا كيف ما سمعتوا السيد كيشكر وانا بدوري اشكر الدوله الجزائريه على هذا العمل الكبير اللي قامت به. اليوم خوتي غيولي المواطن الجزائري يلبس فاندي ويشوف العنوان ديال فاندي مثلا الجزائر. حاجه زوينه، حاجه تشرف، حاجه تشرف، حاجه مشرفه اخواني الكرام. هذا هو اللي بغينا، هذا الشيء اللي بغينا. يوطنوا الحوايج التكستيل والسبرديلات والصبابط من بعد، وفي المستقبل القريب يوطنوا لما لا تولي الجزائر منصة ماشي غير ديال التوطين والاستيطان كما قال الوزير ديال التجارة، ماشي غير منصة ديال الاستيطان وإنما حتى منصة ديال الإنتاج. وهذا هو اللي بغينا الجزائر تولي تنتج، ما يبقاش فيها غير الاستيطان ديال الشركات. وهي الجزائر السي رضوان هذه المساله ديال الاستيطان زعما راه ماشي صعيبه عليها، داكشي بسهوله زعما غادي يتم في افق الصناعه. اييه ولكن خصك تبدا بشويه بشويه، راه ما يمكنش اليوم غادي تبدا من والو السلام عليكم. نو غير زعما انا قلت لك بان تجربه الاستيطان هي تجربه رائده في الجزائر، زعما باش نكونوا واضحين، زعما انا باش نعترف هي تجربه رائده. الاستيطان ساهل باش يديروا الاستيطان فوق توجيز ربما ما دارت حتى شي دوله اخرى، وفي المستقبل المتوسط اكيد غادي تكون زعما داكشي ديال النسيج والصناعه كون متاكد انهم غادي يديروا، ولكن الاستيطان هو الاولى جايهم زعما ان شاء الله. دونك ها هما بداو اليوم كما اعلن عنها الوزير ديال التجاره، بداو اليوم الحمد لله. ما عرفتش هادشي غير هما ما عطاوش تاريخ محدد. نعاود نسمعوا اش قال الاخ لانه ما عطاش تاريخ محدد، خلاوها ديك نديروا هكا. بسم الله. وهذه ما هي إلا بداية عمل كبير ينتظرنا. على الأقل سنقوم بتوطين كل العلامات العالمية في الجزائر. ولماذا؟ كما نجحنا في بعض العلامات إن شاء الله سننجح في علامات أخرى أن تكون الجزائر هي منطلق التصدير نحو العالم. الآن عندما تشوفوا هذه العلامات الآن موجودة في الجزائر
هذه إجابة صريحة، إجابة بدون غموض على المكانة اللي وصلت لها الصناعة النسيجية في الجزائر ومناخ الأعمال الجذاب والرائع اللي موجود الآن في الجزائر، يخلي هذه العلامات العالمية من دول العالم تأتي إلى الجزائر وتقوم بعملية الاستوطان. شتي راه قلت لك الاستيطان ساهله، هو الاول غادي يبداو بالاستيطان، هو الاول ساهل في الجزائر، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، هما يعني عندهم تجربه رائده متمرسين في هادشي. ما عرفتش اخوتي دابا شي شركه مثلا، حيت انا بصراحه ما كنلبسش بزاف. شي شركه مثلا عالميه، حيت هضرنا في البدايه على شركات اللي اليوم دارت الاستيطان ديالها في الجزائر. اما اللي عنده شي فكره، انا ما عرفتش، قلب لي شي شركه اخي عندها شركه ديال هو خصك تقول لي شكون هي الشركه، شنو غادي نكتب ما عرفتش. انا حاولت شوف الا جاب الله في الاخوه اللي طالبين الكيس، الا كان شي واحد اللي يفيدنا. انا بعدا ما ديال شي شركه، لانه الوزير هضر لك على مجموعه ديال الشركات. شوف بان لك تما في لي كومونتير اش كيبان لك، كلش كيقول لك لاكوست. لا لاكوست لو سيج سوسيال ديالها ماشي في الجزائر. يمكن من الدول الاولى اللي كتستهلك لاكوست نقدروا نقولوا الجزائر، ممكن من الدول الرائده في استهلاك التمساح هي الجزائر. ولكن باش نقولوا السي سوسيال، لا، السي سوسيال ديالهم في فرنسا، في باريس كنظن. كنلقى انا غير عقود المحروقات مع داكشي ديال شيفرون وداكشي، ما كاينش داكشي. شي حاجه ديال الثوب ديال الخياطه. قالت لك لاله امينه لا سيغوني. الوغ لا سيغوني ما عمري ما لا سيغون هنايا في المغرب. لا سيغون هنا، سيغون لا سيغون هنا، لا سيغون. شوف امينه ملي وصلها الدور عافاك طلعت هضرنا على هاد لا سيغوني، انا ما حتى وصلها الدور ما قلت لكش دابا. هادشي ديال لا تولي ما كيعزي، اش دير نزل عليه نزل. شي ملي كنوليو القضيه فيها شي طلب على شي وكذا، باك صاحبي المعرفه ما عندي ما ندير بهاد اللايف انا كاع. تحياتي اخوتي، غدا ان شاء الله باذن الله كون بقيتي ساكت، انت دابا ريبتي الحفله بوحدك. تحياتي اخوتي، شكرا. حيت دابا هكا هادشي اللي ما تيعجبنيش انا، ملي كيولي واحد ماشي بعيد المره الجايه يقول لي ندبر عليك وطلعها، ماشي بعيد يكون واخد الفلوس. هذاك الشيء ديال باك صاحبي ما عنديش معاه. تدوي مسترواتر باش نقاطعوا. رحمه الله عليه، الله يرحمه في هذا النهار والله يجازيه بخير. صراحه الله سبحانه احسن به في بدايته وفي الاخر ديالو. الله يرحمه ويجد عليه الرحمات في هذا النهار. الله يجعل